طلاب دفعة 2026. السلام عليكم ورحمة الله. صل على الحبيب. شرح منهج الدراسات الاجتماعية، الصف الأول الإعدادي، الترم الأول مع مستر حورس. بس ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت عشان يوصلك كل جديد من مستر حورس. آسيا لأفريقيا عن طريق سيناء. تتصل آسيا بأفريقيا عن طريق سيناء اللي هي شبه جزيرة سيناء. حلو. أدي سيناء هي ودي جنب منها كل ده آسيا. القطعة البيضاء دي آسيا، وده طبعا البحر الأحمر. طيب سيناء هي القطعة اليابسة الوحيدة اللي موصلة آسيا لأفريقيا اتصال جامد. ركز بقى معايا في سيناء عشان سيناء مهمة أوي. سيناء إحنا بناخدها كده وعارفينها إنها أرض الفيروز. عارفينها أرض الفيروز على أرض الذهب. أصل الذهب موجود في سيناء. عارفين الأحجار الكريمة؟ كلمة الأحجار الكريمة بمعنى أصح يعني الحاجة النفيسة الغالية. الحاجة الحجر ده مش حجر اللي هو اللي بنبنيه البيت، لا. الحجر الكريم ده لما تقول ايه انا جايب عقد حمزة، انا جايب عقد واحجار كريمة، انا جايب خاتم وفيه فص حجر كريم. حجر كريم ده مش ان هو بالراجل كريم الحجر يعني بيكرمك، لا. يعني حجر ايه؟ تحس كده ان بيضوي بيلمع عامل زي الالماس. دي الالماس نفسه موجود في سينا. مش بس كده، عارف كمان بتدخل اسيا عن طريق افريقيا من سينا. يعني بمعنى اصح دول افريقيا 54 دوله. اي دوله عايزه تدخل اسيا ما بتدخلش الا منين؟ الا من سينا. يبقى كده لما كانوا بيحاربوا برضه من سينا. هتستني يا استاذ، لسه دي ما جيتش عندها، بس خدي بالك بقى. واي حد عايز يدخل من اسيا لافريقيا بيدخل. يبقى مفتاح اسيا سينا ومفتاح افريقيا سينا، وهي اللي بتودي لاوروبا برضه. يعني هي ممر لافريقيا واسيا واوروبا. ممتاز. يبقى هي ملتقى الثلاث قارات. دي ايه؟ سيناء. ملتقى كم قاره؟ ثلاثه. واخص اثنين اسيا وافريقيا. واخص اثنين اسيا وافريقيا. يبقى عن طريق سيناء بنوصل لاسيا وبنوصل لافريقيا. يعني عايز اقول لحضرتك مفيش دوله الا بتمر من شبه جزيره سيناء اللي هي موجوده في انهي دوله؟ في مصر. ممتازين. يبقى لها اهميه ولا ملهاش؟ ليها اهميه حضاريه اقتصاديه. وجود زي ما انا قلت لك ايه؟ معادن وثروات معدنيه وثروات طاقه ومصادر طاقه ووجود جبال ووجود فيها حاجات كتير جدا حضاريه. تعالى بقى، معظم الحروب اللي كانت بتجيلنا في مصر بتيجي من سيناء. ده احنا في حرب يا استاذ حافظينها وعارفينها كده اسمها حرب اكتوبر، صح؟ حرب اكتوبر دي الحرب اللي كانت موجوده فين؟ في سيناء. طب ما تيجوا ما افكركم كده وانتوا صغنطاطين شويه. لما كنا بنقول الملك تحتمس راح يحارب فين؟ اللي هو راح يحارب الايه؟ الحيثيين. طب تفتكروا رمسيس الثاني بتاع اقدم معاهده سلام في التاريخ؟ صاحب اول معاهده سلام في التاريخ اللي عمل حرب برضه فين؟ في سيناء. يبقى لها اهميه حضاريه ولها اهميه اقتصاديه. طيب الاقتصاديه هي الموقع الاستراتيجي اللي الناس بتعدي منه فبيدفعوا له فلوس والموارد والمعادن اللي فيه. يبقى الاقتصاد اللي في سينا هو ايه؟ اقتصاد استراتيجي. اقتصادي بنسميه اقتصادي استراتيجي. بنسميه ايه؟ اقتصادي استراتيجي. كلمه استراتيجي دي تعالوا نفهمها لك عشان هناخدها دلوقتي في اهميه جديده لمصر يا محمد. ركزوا والنبي معايا في كلمه استراتيجيه عشان الكلمه دي هتقابلها على مدار عمرك. يعني الاهميه في السلم والحرب والازمات. ركز كده معايا. الاهميه في السلم. في السلم يا حبيبي. هي دي السلام. يا بنتي استنى، يا بنتي استنى.
يا جدعان انتوا مش عايزين تفهموا ولا عايزين اقرا لكم وتروحوا؟ افهموا السلم ده يا ضنايا لما ما يكونش عندنا حروب. لما ما يكونش عندنا ايه؟ كده خلينا فلوس. لما ما يكونش في حروب كده خلينا. هو مش انا قلت لك دلوقتي مفتاح اسيا سينا، مفتاح افريقيا يبقى اول حاجه ليها اهميه استراتيجيه ان هي في السلم عن طريق انها ممر. عن طريق انها ايه؟ لو حضرتك عامل طريق كده ممر واي حد بيعدي منه ممتاز. اذا اي حد هيعدي من سينا هيدفع. زي جمالك. ايوه اي حد من سينا هيدفع. جمهور. طب تعالى افهمك الموضوع. هو مش في فلسطين دلوقتي وبتتضرب؟ ما تعرفوش اللي بيحصل في فلسطين؟ ينفع ندفع لها مساعدات ولا نودي لها مساعدات؟ لا ما ينفعش نفتح لها الممر. ليه؟ ممكن التانيين يخونونا ويدخلوا ارضنا. فبالتالي احنا بنستخدمها في السلم كممر. طب دلوقتي في حرب يبقى نستخدمها في الحرب. ان احنا نقفل الممر. يبقى تستخدم في ايه؟ في الحرب. وقفل الممر. بقفل الممر. يعني ايه برضه كلمة السلم؟ لا ليه بقى سلام وامان؟ يبقى سلام وامان ان ما يبقاش في حروب. بس مش سلام ان انت عامله معاهده سلام، لا سلام وامان ان ما عندكيش حرب. في الازمات. في الازمات تعالى افهمك ازاي في الازمات. في الازمات تعالى دلوقتي حصل ازمه في 2018 في مصر ان كان في ارهاب كتير. ان كان في ايه؟ فخدنا الناس اللي في الجنوب نقلناهم الشمال. يبقى استخدمناها في الازمات ولا لا؟ يبقى لسيناء اهميه استراتيجيه حيث تستخدم في السلم وفي الحرب والازمات. في السلم عن طريق انها ممر اقتصادي، وفي الحرب عن طريق ان هي ممكن نحارب من خلالها. صح؟ نحارب من خلالها لما حاربنا في عهد حتمس ورمسيس واكتوبر في حرب يعني اكتوبر المجيدة. اسرائيل جت برضه بتحتل مصر قبل كده، دخلت من سينا صح؟ ايوه ما هي يبقى في الين في الحرب. وفي الازمات ان احنا لما حصل عندنا ازمه في 2018 رئيسنا راح عامل ايه؟ راح نقل السكان في منطقه في قلب سيناء عند الجبال الشاهقه وهنعرفها دلوقتي ان شاء الله. طيب واهميه طبعا الاهميه الحضاريه ان الحضارات كانت كلها بتعدي من على فين؟ من على سيناء. يبقى مهمه حمايتها واجب. ينفع نفرط فيها لحد؟ ينفع نسيبها لحد؟ لو سيبناها اصلا كأن عندك كنز كده يا جنى، كأن عندك كنز كده يا حبيبتي، والكنز ده كل اللي بيمشي منه بيديك فلوس، تسيبيه؟ لا طبعا، نبقى أغبياء لو فرطنا فيه. نبقى إيه؟ كده لازم نحميه ونأمنه. نحميه ونأمنه. ممتازة. إذا لسيناء أهمية حضارية واستراتيجية اقتصادية. استراتيجية إيه؟ يبقى لسيناء وأمنها واجب ضروري. أمنها يعني لازم نأمنها. لازم يا محمد عشان بنستفاد منها في الاقتصاد وفي الاستراتيجي وفي الحضاره. ان الحضارات بتعدي من عليها. دليل ان انت اصلا مسلم عن طريق سينا. شوف الجزيره العربيه الرسول كان هناك جه منين؟ كان من سينا، عدى على سينا. عدى منين؟ يبقى احنا عرفنا الاسلام عن طريق سينا. يبقى مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه ولا مش مهمه يا نازل؟ مهمه. مهمه جدا. طيب ادي سيناء التي تتصل باسيا. بعد كده بنبدا نقول لمصر بقى كلها، لمصر كلها ولافريقيا كلها اهميه كبيره جدا جدا للقاره. هي الاهميه الاستراتيجيه والاقتصاديه والحضاريه. يبقى خد بالك معلش، افريقيا لها أهمية استراتيجية. هي كمان القارة. المرة دي القارة مش سينا. المرة دي في فرق معلش بين سينا وبين القارة. افريقيا لها اهميه اقتصاديه بسبب مضيق كبر. يا ولاد استني بس يا ولاد، مش عايزك تقولي، في ناس ما تعرفش. خد بالك، سينا أكبر ولا القارة؟ القارة. يبقى احنا كنا اتكلمنا عن جزء من القارة. استراتيجية وأهمية حضارية وأهمية اقتصادية. ركز معايا للقارة. أهمية إيه؟ استراتيجية
حضارية. اقتصادية. انا هبدأ بالحضارية. يا بنت اسكتي يا بنتي يا اللي جنى بنتي يا نور، انت بتروحي درس تاني، انا ما عنديش مشكله يا حبيبتي. والله انا ما بروحش. طيب. حصه كده. في ناس ما بتروحش، فانا يا حبيبتي انت عارفه شغلي يا نور ان انا بفهمها حته حته. ماشي. انا بمشي الدرس حته حته، جزء جزء، لحظه لحظه، بحيث اللي قاعد عندي ايا كان هو طالب واحد يبقى فاهم كل حته. ماشي. الاهميه ايه؟ الحضاريه. الاهميه ايه يا استاذ؟ تعالى بالكرسي جنب حمزه هنا، يلا قاعد نايم. اهميه ايه؟ اول اهميه لافريقيا. عارف يعني ايه اهميه حضاريه؟ يعني قامت على ارض افريقيا حضاره. يعني ايه حضاره بس والنبي؟ نروح لتعريف كده ونيجي هنا كده. تعريف حضاره. تعريف كلمه ايه؟ حضاره. ده تعريف بيجي لنا في الامتحان والله العظيم بيجي. هو كل ما ينتجه الإنسان سواء كان بالك من المنافسين دول ماديا معنويا. خد بالك، هو الحضارة مين اللي عملها؟ ربنا؟ امال مين؟ مين اللي عمل الحضارة؟ مين اللي عمل الحضارة؟ هو إنتاجه الثقافي المادي معنوي. طيب خد بالك بقى من يعني ايه؟ معنى والله العظيم لا اقول، والله العظيم لا اقول. طيب انت لو تصبري وتصبري على حالك هتعرفي. سؤال لحضرتك، البنت قالت يعني ايه المعنوي؟ اي حاجه فيها علم، علم التاريخ، العلوم بمعنى اصح، مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ علم الجغرافيا الانسان، علم الفلك الانسان، علم الطب الانسان، علم الهندسه الانسان، علم الكيمياء الانسان، الفيزياء الانسان. يبقى اي علم انتاج معنوي ولا مادي؟ معنوي. ها؟ ومين اللي عامله؟ الإنسان. من الاف السنين صح؟ يبقى يتسمى ايه؟ حضارة. يبقى حضاره كل ما ينتجه الانسان من انتاج معنوي مثل العلوم. طب خد بالك بقى، احنا هنحفظ التعريف صح؟ هنحفظه كل ما ينتجه عقل الانسان او ينتجه الانسان سواء كان ماديا او معنوي. طب السؤال ده مش هيجي لك كده، ممكن ساعات يجيب لك تعريف، ممكن يجيب لك سؤال مجعلص بقى يفكر بقى ان انت طالب بتفهم، بس واحده قاعده زي نور دماغها بقلبص، فهتلاقي ان هي تعمل له قلبص. ازاي؟ صور حضره المصطفى يروح قايل لك ايه؟ بص السؤال هيجيب لك سؤال زي كده، وليكن مثال. انا على فكره والله ثم والله اقسم بالله ماشي، رغم ان انا بسجل فيديو والله كنت بشرحه لمدرس دراسات اجتماعيه امبارح ومدرس شهير جدا، كنت بشرح له الدرس ده امبارح. ايه؟ وبشرح له الانتاج المادي والمعنوي. اتفقنا؟ فتعالي بقى وقلت له نفس المثال اللي هجيبه لك دلوقتي، راح قايل لك ايه؟ علم الفيزياء الحضارة عشان هو معنوي. من الإنتاج الحضاري للإنسان. استنى عشان السؤال هيلخبطك، وده جاي في أولى ثانوي أصلا. ها؟ ثقافي، ها؟ معنوي، مادي. معنوي. يا بنتي استني يا ولية، يا ولية استني. حضاري. يلا بقى انا عايزكم بقى ايه؟ عايزكم تهبطوا كده. الحضارة عشان الحضارة بتتكون من مادي ومعنوي. زميلتكم قالت حضاره عشان بتتكون من مادي ومعنوي، اجابه صحيحه. طب خد يا جنى بقى عشان رحت انا قايل له ايه؟ طب يا استاذ محمد روح احذف دي كده. يا حلاوتك انت قلت اسم. مش مشكله. احذف دي كده وحط ايه؟ حط ايه؟ تكنولوجي. معنوي. يبقى لو جات لنا علم، اي علم يقابلك وجاب لك الاختيارات ده تختار ايه؟ معنوي. جاب لك اي علم لو قلنا يقابلك حضارة هنكتب حضارة. هجيب لك ايه؟ حضاري، تكتب له حضاره. طيب لو قال لك بقى ايه في المعنوي ايه؟ يا وليه استني، يا وليه استني. بعد العلوم الثقافه. واحده قاعده مش فاهمه يعني ايه الثقافه.
واحد زميلنا قال التراث كويس حلو. هو طب- ممكن طب لو ما بلد تستنى. ما قدامناش راح قال لك ايه؟ قدامناش يا بنت استني يا بنت استني، مثال جديد اهو. قلت للاستاذ محمد بره اصلا الاستاذ بيقص ده كله. كانت هنا. بص بيجيب لكم يا جماعه وحياه رب الكعبه انا بدربك على السهل والصعب. خدوا بس بالك من المعلومه وانت هتفهمني جدا وحاجات قديمه اهي. بص كانت عادة وأد البنات من عادات قريش في الجاهلية من إنتاج الحضارة مادي معنوي ثقافي اقتصادي. ثقافة. قالت ايه؟ طيب لو حذف كلمة ثقافة معنوي، لأن العلوم والثقافة هما الاتنين بيوصلوا معنى بيوصلوا لإيه؟ معنى واحد. لمعنوي. بيوصلوا لإيه؟ لا دي لخبطه. لا. لا لخبطه. خدي بالك من الأسئلة الذكية اللولبية. لا ده ممكن بقى يروح جايب لنا إيه تاني؟ القيم. القيم في المعنويات. القيم يعني الأخلاق. يقول لك إيه؟ انتشر البلطجة والسفالة في البلد، إنتاج معنوي ولا مادي؟ معنوي. انتشار البلطجة والثقافة إنتاج إيه؟ معنوي. طيب القيم، وقلنا بعد من القيم الفنون. أيوه يا حبيبي ما هي معنوي يا ابني، إنتاج معنوي. إنتاج معنوي. قيم. واحد يقول لك إيه؟ مثلا سؤال تاني ممكن يجي يقول لك يا شباب الفنون. الفنون دي فن الرقص، فن التمثيل، فن الغناء، فن الموسيقى، فن الرسم، فن النقش، فن النحت. صح كده؟ لو جاب لك مثلا ايه؟ خد بالك من الاسئله، انا بجيب لك اسئله ذكيه والله. بص انت لما نحت دي مثال ابو الهول من الانتاج المعنوي ولا المادي؟ معنوي. عشان ده فن. طب روح على فكرة هما الاتنين. دي وليه استني. طب راح لا تم نحت معنوي. طب لو قال لك ايه؟ تمثال ابو الهول انتاج ايه؟ معنوي. علشان بيدخل فلوس وهو معنوي. استني. تم نحت. كلمة نحت يعني فن. ما انا فاهمه انت حلو. قلت تمثال ابو الهول. اما دلوقتي اقول لك تمثال ابو الهول يبقى انتاج. ثقافي. تمثال بقى موجود. ثقافي. لا يا اختي. لا ثقافة عشان لا ده يا اختي. حضاري. لا يا اختي. مادي يا اختي. عشان اي حاجة صلبة مادية. يعني السبورة دي مادية كده ولا يبقى هيبقى الآثار، المعابد، المقابر، حاجة صلبة، الأهرامات، اتفقنا؟ القصور، أي مبنى، أي حاجة صلبة، أي حاجة صلبة إنتاج إيه؟ أي حاجة صلبة إنتاج إيه؟ أي حاجة صلبة إنتاج إيه؟ لما يجي يقول لك بقى يا الله يا قلبوزة كده هرم خوفه من الإنتاج نقط. مادي. يبقى الحضارة طرقت لنا إنتاج نقط ونقط. مادي معنوي. فعندنا كم حضارة؟ ثلاثة. 4. يا أستاذ محمود، يا أستاذ محمود، في حاجة ولا إيه؟ مكتوب عليه ساعة. لا.
طب شوفوا النبي لو جه هو زمانه جاي ما نرن عليها ابعتك بيه. يلا يا شباب، يبقى عندنا كم حضاره في افريقيا؟ 4. بص كده، حضاره فرعونيه. اللي هي المصرية القديمة. اه يا حبيبتي. حضاره كوش. حضرت كوش. حضاره اكسوم. حضاره ايه؟ اكسوم. او يا اختي. حضاره قرطاج. حضاره ايه؟ قرطاج. كم حضاره في افريقيا؟ 4. ارض افريقيا جه عليها كم حضاره؟ ايه حضرتك؟ هقول لك ده انا والله، والله العظيم لا اقول. كم حضاره في افريقيا؟ 4. كم حضاره في افريقيا؟ فرعونيه، يعني مصريه قديمه في مصر. فرعونيه فين؟ مصر. فرعونيه فين؟ مصر. كوش السودان. كوش السودان. كوش في دوله؟ حضاره كوش قامت في دوله؟ حضاره كوش قامت في دوله؟ اكسوم اريتريا والصومال. فين يا استاذ اريتريا؟ اريتريا والصومال. اريتريا والصومال. اكسوم فين؟ ايه اريتريا؟ ما بينهم اسمها ايه؟ اريتريا. يخرب بيتكم يخرب بيتكم. اثيوبيا. قرطاج تونس. قرطاج. قرطاج. بص يا حبايبي، صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا في دي اهي. ها، ادي اثيوبيا وادي اريتريا قامت عليهم حضاره اكسوم. ادي تونس قامت عليها حضاره قرطاج. ادي مصر قامت عليها حضاره فرعونيه. ادي السودان قامت عليها حضاره كوش. يبقى عندنا كم حضاره في افريقيا؟ كوش فين؟ قرطاج فين؟ اكسوم فين؟ وايه يا استاذ؟ فرعونيه فين؟ كم حضاره؟ يبقى الاهميه الحضاريه ان كل دول لهم انتاج مادي او معنوي. ان دول لهم انتاج ايه؟ مادي او معنوي. مادي ايه؟ هي مادي واحنا مش شرحنا المادي والمعنوي. يعني لهم اهرامات وليهم مقابر وليهم فنون وليهم علوم. دول مادي. الاهميه الاستراتيجيه بقى للقاره. الاهميه الاستراتيجيه للقاره. القاره دي ليها اهميه استراتيجيه؟ طبعا فيها مضايق. فيها ايه؟ مضيق باب المندب. مضيق جبل طارق. قناه السويس. وكل ده بيدخل استراتيجي. واحنا قلنا يعني فلوس، يعني ازمات، يعني حرب، يعني 3 حاجات، يعني سلم. اتفقنا؟ قناه السويس. يبقى يا شباب الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا حيث تتحكم أفريقيا بثلاث ممرات. ال3 ممرات هما مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، قناة الايه؟ قناة السويس. حلو. أما الاقتصاد مضيق حلو. كل مصر أفريقيا. احنا بنقول في افريقيا دلوقتي. حمزة يتيم لك ربنا. أهمية اقتصادية. أهمية إيه؟ اقتصادية. عن طريق حاجتين، الموقع الفلكي والموقع جغرافي. خد بالك من الملحوظة دي، الموقع فلكي. هتروح كاتب لهم إجابة كده. لقارة أفريقيا لها أهمية اقتصادية عن طريق الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. تعال أقول لك إزاي. هو الموقع الفلكي مش فيها دوائر عرض؟ فيها كام؟ 3 دوائر عرض. يعني كده متنوعة في المناخ؟ اللي فيها 3 أماكن مناخية. صح؟ واحدة حاجة واحدة يا مختلفة. بنت يا بنت استنى. معنى ان فيها 3 اماكن مناخيه يعني 3 او فيها تنوع في المناخ، يبقى التنوع المناخي هيترتب عليه تنوع نبات ثم تنوع حيوان ثم تنوع السطح. ممتاز. يبقى ما النتيجه المترتبه على الموقع الفلكي؟ تنوع النبات. ادى الى تنوع المناخ تنوع النباتات. وبالتالي تنوع
النبات وتنوع الحيوان وتنوع السطح. يعني مظاهر السطح، يعني الهضاب والجبال والتضاريس، وهندرسهم ان شاء الله. يبقى خد بالك، اول اهميه اقتصاديه في الموقع الفلكي اللي فيها تنوع المناخ، والتنوع المناخ بين تنوع النبات، تنوع النبات جميع تنوع الحيوان، نوع تنوع السطح. حيوان وعندنا السطح او الموقع الجغرافي اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب، ترتب عليه الشمال بيبقى الحلم معتدل والجنوب لا مش كده. الأهمية بقى الاقتصادية اللي بتجيلنا من الموقع بتاعنا ده. الاقتصاد بتاعنا هيبقى مهم ليه؟ الاقتصاد بتاعنا هيبقى مهم ليه؟ مش احنا هنا في مياه، والمياه دي بتخلينا نمسك أو نتحكم في طرق الملاحة، يعني أي سفينة تمشي صح كده؟ يبقى ده أهمية اقتصادية. يبقى الموقع الجغرافي أدى إلى تحكم أفريقيا في طرق الملاحة العالمية. الموقع الجغرافي الأفريقي عمل إيه؟ أدى إلى تحكم أفريقيا في طرق الإيه؟ الملاحة العالمية. الملاحة، تعالى ما نعرفهم العالمية. لو نهر النيل. بس يا بنتي يا نهر النيل في عينيا كده. ادي اول طريق محيط الاطلنطي، طريق ملاحي مهم جدا مهم جدا. تاني طريق المحيط الهندي مهم جدا. بحر احمر، بحر متوسط. هذه ايه اللي جاب افريقيا يا شيخين عندك شكلي؟ يبقى كم منطقه ملاحيه؟ 4. بحر احمر، بحر متوسط، محيط هندي، محيط اطلنطي. كام طريق ملاحي في مصر في افريقيا؟ بحر احمر، بحر متوسط، محيط هندي، محيط اطلنطي. بحر احمر، بحر متوسط، محيط هندي، بحر احمر متوسط، المحيط الأطلنطي. محيط اطلنطي، محيط هندي. ها شباب، كام طريق ملاحي؟ 4. بحر احمر، متوسط، محيط هندي، ومحيط اطلنطي. حلو. دول الرحاله بقى كان في ناس يا شباب بقى بدانا كده بقى ندخل بقى في حاجات تانيه، وهو دور الرحاله لاكتشاف قاره افريقيا. مين الرحاله دول يا حبايبي؟ وايه قصتهم وكانوا بيعملوا ايه؟ الا 5 ال 10. 10. 5 دقايق كمان. يا حبيبتي استني بقى، دور الرحاله ده يخلص بسرعه يبقى كده خلص الدرس ان شاء الله. انت تركزي معايا. كان في رحاله زمان، كلمه رحالي ولا يا مان محمد، اقعد عدل يا محمد وركز معايا. مش هقول لك اقعد عدل وركز معايا دي تاني. كلمه رحاله زمان يعني واحد يحب يستكشف. انت لما تكبر كده هتلاقي نفسك من الناس اللي بتحب تدور، تبحث، تستكشف، ولا من الناس اللي هي تفضل قاعده في بيتها تاكل وتشرب زي البهايم. يعني معاك في ناس في رحاله بتحب تمشي في البلاد تدور على اي ظاهره جديده، على اي شكل جديد، اي حاجه مميزه جديده. فالرحاله دول عشان يكتشفوا مواقع، يكتشفوا معادن، يكتشفوا ظاهره محدش اكتشفها قبل كده. فهنا بدات الكشوف الجغرافيه الافريقيه، خصوصا في العصور القديمه، خصوصا في انهي عصر؟ اكيد مش هتبدا من الحديثه، بتبدا انهي الاكتشافات في العصور القديمه. يبقى متى بدات الاكتشافات لافريقيا؟ في العصور القديمه. طب في كم اكتشاف في العصور القديمه؟ ركزوا بس هقول لك واحده. كان في واحد اسمه رحال او الرحاله حرخوف. اسمه ايه؟ رحاله اسمه ايه؟ حرخوف. الرحاله ايه؟ حرخوف. ده من الفراعنه. بس انا عايز اعرف مين بيسموا الاسامي دي ازاي؟ حرخوف ده يا حبيبتي كان في العصور القديمه، في عهد الدوله القديمه، يعني في عهد الفراعنه. فسموه ايه؟ حرخوف. اول من اكتشف، بص خد ده اللي هيجي لك في السؤال اهو. اول من قام بالكشوف فين؟ في قاره نار. في قاره ايه يا ابني؟
يبقى مين اول من قام بالكشوف الجغرافيه؟ ورحل خوف. حرخوف. مين اول من قام بالكشوف الجغرافيه؟ حرخوف. حر ايه يا حبيبتي؟ خر حرخوف. حرخوف اول من قام بالكشوف الجغرافيه. طب اقول لك على حاجه بقى كمان، واكتشف. كلمه ملحوظه او تاني سؤال، اجزاء كبيره من افريقيا. يعني ده الوحيد اللي قدر يكتشف اجزاء كبيره منين؟ افريقيا. دي اللي قدر يكتشف اجزاء كبيره منين؟ دي اللي قدر يكتشف اجزاء كبيره منين؟ افريقيا. الرحاله مين؟ يبقى مين اول رحاله اكتشف اجزاء من افريقيا؟ زي ايه يا استاذ؟ يعني في اجزاء بقى مش هقول لك عليها. خلاها سريه بينك وبينك. تاني حاجة في عهد الملك الفرعوني نخاو نياو الثاني. نخاو الايه؟ في عهد الملك مين؟ نخاو الايه؟ في الأسرة 26 يا حبايبي. كان في ملك فرعوني اسمه نخاوي الثاني. شايفين الخريطه اللي ورا اللي هناك دي؟ في خط معمول باللون الازرق صح؟ اه ده افريقيا شايفاه. ده افريقيا. دي اهو. اقعد افريقيا. يا حمزه عشان ما يضربكش. دي حاجه جديده. لكن هو بقى عمل ايه؟ عمل عكس ايه؟ بدأ من مصر، مشي في البحر الاحمر، مشي ثم مضيق جبل طارق، مشي في المضيق الهندي، مشي في مضيق موزمبيق، كمل كده في حوالين افريقيا لحد ما رجع من جبل طارق ورجع تاني في البحر المتوسط لحد مصر. السؤال اللي جاي بقى لما بحل الواجب بيقول لنا لو لفيت. يا وليه استني بقى. فهنا قام برحلة للدوران حول أفريقيا استغرقت منه كام سنة ماشي في البحر؟ 3 سنين. عارفين يعني إيه ماشي في البحر 3 سنين؟ الرحال أو الملك مين؟ نخاو الثاني. يبقى مين اللي رحلته استغرقت في البحر كام؟ 3 سنين. هو يا استاذ. ومشي فين؟ انت عامل ايه بقى؟ انت كاتب غلط. نخاو. طب انت كاتب غلط. نخاو ونون كمان وخلاص. طيب انا عايز حد يوصف لي الطريق بدأ منين؟ من مصر. ثم مشي فين؟ البحر الأحمر. ممتاز البحر الاحمر ثم مضيق باب المندب. استنى باب المندب بعد كده المحيط الهندي. بعد المحيط الهندي مضيق موزمبيق. بعد مضيق موزمبيق المحيط الاطلنطي. بعد المحيط الاطلنطي مضيق جبل طارق. بعد مضيق جبل طارق بحر بعد المتوسط. كم سنة؟ 3 سنين. كم سنة؟ هو ايه بقى اللي فايدته بده كله؟ كم سنة؟ 3 سنين. استنى انت قلت 3 سنين في البحر الأحمر. من هنا مشي في هذه البحار 3 سنين في المية 3 سنين. ومن هنا كده بيكتشف حاجة اسمها ايه؟ المنابع الاستوائية والمنابع الموسمية. واحد تنح كده وقال لي ايه المنابع الموسمية والمنابع الاستوائية؟ مش دورنا دلوقتي ولكن في الدرس الجاي هتعرف. بعد كده في العصر الحديث بقى. في العصر الحديث. في العصر ايه؟ في العصر ايه يا ندى انتوا جايه اللي بتلعبوا؟ الحديث. في عهد 2 واحد اسمه محمد واحد اسمه سمعة. اسماعيل يعني. محمد علي باشا اهو. والخديوي. والخديوي ايه؟ محمد علي باشا والخديوي. خد بالك يا حبيبي عشان وانا سامع صوتي. سامع صوتي. انا عايز اقول معلومه وتفهمها. ساعات بيلخبطنا بين العصر الحديث والعصور القديمه.
فانت لازم تعرف ان في شخصيتين في العصر القديم وفي اثنين حرب حين خوف ونخاو معروفين كده ان هو عصر ايه؟ قديم. قضية أساميهم الحلم اما في العصور الحديثه بقى إسماعيل محمد علي الخديوي سعيد ام سعيد. يا صدق محمد علي عمل ايه؟ عمل ايه؟ محمد علي حرق في دمه. هقول لك يا ست البنات عمل ايه؟ اول حاجه عمل رحله استكشافيه في افريقيا، داخل افريقيا بقى، ومن خلالها رسم خريطه نهر النيل حتى النيل الابيض. نكر الله يبعده روح من نكر الله حتى النيل الايه؟ بص يا بنتي يا يا استاذ، هو ده محمد علي ودي من بالي. هتلر ملك المانيا قتل نص العالم. اللي بيتكلم والله هقول له روح. بس انا حلفت أنا بالله، هو أنا بسأل. انا حلفت بالله اللي بيتكلم هقول له روح. ها شايفين الخط الاحمر ده؟ محمد علي اللي رسم لنا الخريطه دي لحد هنا. برافو عليك يبقى الرحله الاستكشافيه بتاعته فادتنا. ليه؟ لان من خلالها زود مساحه مصر وعرفنا كمان على منابع جديده لنهر النيل وهو النيل الابيض، ورسم لها خريطه. رسم خريطه جميله حتى النيل الابيض. يبقى المنطقه اللي تحت دي احنا اخرنا السودان صح؟ طب دي كده دوله السودان فيها هي كمان النيل، فيها النيل الايه؟ يبقى مين اللي وصلنا حتى النيل الابيض؟ محمد علي باشا. محمد علي باشا. طيب حفيده بقى، ده حفيده، ده الجد وده حفيده فعلا. إسماعيل محمد علي لا حفيد يا حبيبتي، حفيد جيد ابن لسه فاهم اسماعيل ده ابن ابراهيم ابن محمد علي. إسماعيل لا الثاني كان اسمه إبراهيم إسماعيل حاصل. وإيه دي؟ اسماعيل ابراهيم محمد. حفيده الخديوي اسماعيل عمل ايه؟ عمل هو كمان رحله استكشافيه بس زود. ان كان جدي زود مساحه مصر في النيل لحد النيل الابيض، انا بقى هدخل لحد جنوب دائره الاستواء. عارف دائره الاستواء؟ اهي. ومحمد علي كان واقف لحد السودان صح؟ ده كمل لحد هنا. برافو عليك يبقى زود المساحه ولا ما زودش في النيل؟ ايه؟ يلا مش بعرف رجاله يلا، وهو كان خديوي يلا يعني حاكم في البلد يلا. ها يبقى قام برحله حتى جنوب دائره. خد بالك من الملحوظه والله العظيم، السؤال هنا جه السنه اللي فاتت في ايه؟ الخديوي اسماعيل قام رحله حتى نهض دائره الاستواء. جنوب اللي مش هيفتكر الحته اللي بين السطر دي بيقع فيها في الامتحان. جنوب دائره الاستواء يبقى مين اللي وصل لحد جنوب دائره الاستواء؟ محمد علي ولا خديوي. طب مين اللي وصل حتى النيل محمد علي. مين اللي وصل حتى النيل الابيض؟ اتفضل. الخديوي اسماعيل كده احسن من. لا هو وسع، هو يعتبر كده وسع ايه؟ رسم الخريطه. اما بقى كنتم مع حصة مستر حورس في الدراسات الاجتماعية، الأستاذ أحمد سيد حجاب، أستاذ التاريخ والجغرافيا.